العزيزة شام البكور بطلة تحدي القراءة على مستوى الجمهورية السورية. شام تفضلي. مرحبا يا شام. أهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. أنا في الحقيقة أشعر بسرور وأنا أخاطبك. وأنا. تعرفين لماذا؟ لماذا؟ لأنني أشعر أن الدنيا ما زالت بخير وأنه لا خوف على العرب بعد اليوم. شكرا. بهذا العمر وتقرأين وتصلين إلى هذا المستوى شيء مشرف ومبهج ومفرح، وأنت مثال للأطفال في العالم العربي، أنت يعني قدوة لهم يا شام. نعم. شام، أكيد أنك قرأت كثيرا لتصلي إلى هذا المستوى. نعم، وتعرفين بعض الكتب تؤثر فينا ونرغب في قراءتها أكثر من مرة، صحيح؟ نعم. هنالك مقولة تقول إن الكتاب الذي لا يمكن أن يقرأ مرتين لا يمكن أن يقرأ مرة واحدة. خبرينا عن كتاب قرأته أكثر من مرة ولماذا قرأته أكثر من مرة؟ شام الأمورة لديك دقيقة واحدة، تفضلي. كتاب تقرأه 3 مرات أنفع من 3 كتب تقرأ كل منها مرة واحدة. والكتاب هو السيرة النبوية، لأن فيها عبر وأخلاق من قيم إسلامنا المتكامل، ففيها حديث نبوي وفيها أشياء تعرفنا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتابه العزيز من بعد بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. أحسنت يا شام.